السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصري في فيديو جديد. النهارده هنعمل افضل بانكيك في العالم، عالية في البروتين وقليلة في السعرات وتقدر تدخلها في الدايت يا معلم. وتابع معايا الوصفة خطوة بخطوة. هتبدأ بان انت تنزل في الطبق بتاعك ب 50 جرام شوفان، وتحط عليهم علبة زبادي 105 جرام كامل الدسم، وتنزل عليهم بموزة متوسطة ما يعادل 100 جرام او موزتين صغيرين. وبعدين تنزل عليهم بربع معلقة بيكنج باودر، وتنزل عليهم بالمقدار حسب الرغبة من السكر الدايت يا معلم. بعدين تنزل عليهم برشة كاكاو ورشة زبدة فول سوداني على حسب الرغبة يا معلم. وترفع كل الكلام ده في الخلاط وتضربه كويس قوي. بعدين هيبقى معاك المنظر الجامد ده. تسيبه ربع ساعة يرتاح، وعلى بال ما يرتاح تخش تتفرج على افضل فيديوهات على اليوتيوب لعمل الاكل الدايت والمعلومات الغذائية عامة. وتفضل تتفرج وتعمل لايك وكومنت وشير وتشترك وتفعل الجرس يا باشا. ترجع للوقت تلاقيه لسه ما خلصش، فتصلي على النبي وتغسل المواعين بتاعتك يا معلم. وتفتكر ان انت نسيت تحط البيضة على الخليط، فتحطها وتقلبهم كويس وتسيبهم ربع ساعة من الاول. بعدين الوقت يخلص وتلاقي معاك المنظر الجامد ده وقوامه يتقل. وبعدين مسحة زيت في الطاسة وتسخنها كويس قوي على درجة حرارة متوسطة، وتبدأ تنزل بكميات الخليط على حسب الكمية اللي انت عايزها والحجم. واول ما يظهر معاك بالوجه ده ويبدأ ان هو يجمد معاك، تقلب وتنزل عليه ب10 جرام جوز هند و15 جرام زبيب و10 جرام عسل ومزايا 60 جرام يا معلم. وهيبقى معاك المنظر الجامد ده بأقل سعرات ممكنة. الحتة فيها أقل من 130 سعرة حرارية، وكل الكمية دي فيها أكتر من 20 جرام بروتين يا معلم. النهاية أحب أنصحك بإن أنت تشترك في القناة عشان ما تفوتش المحتوى المفيد والهادف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.